للأسف بكرة مش هنكون حاضرين في قضية عروس بورسعيد. العذر قهري هيمنعنا من الحضور، وأنا أحترم الناس اللي كانوا عايزين يشوفونا في جلسة بكرة، وكنت أتمنى إن أنا أكون موجود في جلسة بكرة اللي هو 27/4 يوم الاثنين، ولكن العذر القهري اللي منعنا من الحضور جالنا شخص المكتب. الشخص ده حاول الانتحار مرة واثنين وثلاثة، وأهله منعوه من الانتحار بالعافية. الشخص ده حلف لي إن هو هينتحر لو ما حضرناش معاه القضية، ولو خسر القضية بتاعته. دي القضية بتاعته. مش عارف انتوا شايفين الورق ده ولا لا؟ دي شايفين انا ماسك القضية قد ايه؟ والله العظيم دي القضية بتاعته. جلستها بكرة في ميعاد جلسة عروس بورسعيد. راجل حلف لنا ايمانات معظمة مغلظة ان هو هينتحر لو ما حضرناش معاه القضية دي، او لو حضرنا وخسرنا القضية. ليه؟ لان حياته كلها اتدمرت ودنيته كلها اتدمرت. ايه اللي حصل وايه الموضوع؟ في شركة اسمها وان رويال. الشركة دي خدت فلوس من ناس كتيرة جدا، ومنهم الشخص ده. خدت من الشخص ده كام؟ 15 مليون جنيه و750 ألف، على اعتبار ان هي هتستثمرهم وهتوظفهم والى اخره. وفي الاخر الشركة طلعت نصابة، فاشتكى الشركة والنيابة الاقتصادية ودتها المحكمة الاقتصادية امام محكمة الجنايات الاقتصادية، والمتهمين محدد لهم جلسة بكرة 27/4 في ميعاد قضية عروس بورسعيد. طيب أنا ليه سبت قضية عروس بورسعيد وهروح للقضية دي؟ مبدئيا القضية دي الراجل ده اتضحك عليه، اتغفل بمعنى أصح. المتهمين أو أعوان المتهمين ضحكوا عليه ومضوا على إقرارات بالتنازل عن كافة مستحقاته وكافة أمواله، وادوله 1,500,000 بس من إجمالي مبلغ 15,750,000 جنيه. وضحكوا عليه وخلوه يعمل لهم توكيل خاص بالتصالح، وقضايا توظيف الأموال عامة يجوز فيها التصالح. فلو راحوا بكرة وقدموا الأوراق اللي تم اختلاسها منه، لو قدموا الأوراق دي بكرة القضية انتهت وحقه راح أكتر من 14 مليون جنيه. مش فلوسه، ولكن فلوس قرايبه، فلوس إخواته، فلوس جيرانه، فلوس أصدقائه. فالفلوس دي لو راحت عليه الراجل ده اتدمر وحياته كلها اتدمرت. وأنا مش عايز أقول لكم الراجل يعني احنا واقفين معاه كده لله. هل ده صح ولا غلط اللي احنا بنعمله؟ انا ما اعرفش، ولكن انا حسيت ان الشخص ده اولى ان احنا نقف معاه دلوقتي، لان القضيه بتاعت عروس بورسعيد انا متوسم خير في كل الساده الزملاء اللي موجودين، سواء دفاع عن المجني عليها المتوفيه الله رحمه مولاها، او دفاع عن المتهمين. وهيكون فيها جلسات تانية للمحاكمه غير جلسه بكره، انما جلسه بكره دي بالنسبه للشخص ده هي الجلسه الاولى والاخيره. يا هيلحق طول حقه فيها، يا مش هيلحق ولا قدر الله احتمال يعني يكون دمه في رقبتي. فأتمنى من الله التوفيق والسداد للسادة الزملاء في قضية عروس بورسعيد ولينا في القضية دي، ونحاول إن احنا نرجع له ولو جزء بسيط من حقه، ونحميه من إن هو يعمل المصيبة اللي عايز يعملها في نفسه دي. ربنا يستر ودعواتكم. شكرا.